بداية قصة طفل مع عالم الإجرام واللي العمر ديالو ما تجاوز 13 سنة. صنفوه من أخطر المجرمين تعتبر أصغر مجرم دار هاد البلبلة كاملة ورون بلجيكا. الهواية ديالو الهروب من السجون وتيلقبوه بملك الهروب. الأحداث ديال هاد القصة تقدر تقول عليها أنها أحداث ديال فيلم هوليوودي، قصة حقيقية لمواطن بلجيكي من أصول مغربية هب الأمن في بلجيكا وتكلفت به الانتربول. كانت النهاية ديالو في سجن مغربي مشدد الحراسة من بعد ما استطاع يهرب من سجن وجدة. شكون هاد المغربي اللي حير الأمن ديال بلجيكا؟ وكيفاش دار حتى هرب من هاد السجون كاملين؟ وكيفاش تحول البطل خرافي وخلى الصحافة كاملة تتحدث عليه؟ هاد الأسئلة كلها غادة تجاوبنا عليها القصة. قبل ما نبداو في الأحداث ديال القصة ما تنساوش تدعمونا بلايك، واللي مازال ما مشترك معنا يشترك ويفعل زر الجرس. نبداو على بركة الله. البطل ديال هاد القصة الاسم ديالو أشرف السكاكي، مغربي الأصل وبلجيكي الجنسية. تينتمي لأسرة ذات أصول ريفية من مدينة الحسيمة بالتحديد. تولد في مدينة مالينس البلجيكية عام 1983. أشرف ملي كان صغير كان تيتميز بالذكاء، ولكن بعد المرات داك الذكاء اللي عطاه الله تيتحول لتهور والزعامة في شي حوايج ما معاش اللعب. أشرف خرج من القراية وهو باقي صغير، وهنا بدا يتلاح للسرقة وبدا يسرق غير الحوايج البساط، حتى تشد في مدينة مالينس بتهمة السطو والسرقة وأنه استخدم السلاح في هاد العمليات. بالرغم من أنه نكر كل شيء إلا أن الكاميرات ديال دوك المحلات اللي سرق كانت شادة وهو تيسرق، وكل الدلائل كانت ضده. رغم الإنكار ديالو حكموا عليه بالسجن، وهذه غادي تكون أول مرة غادي يدخل السجن وهو بعمر 13 عام. وبحكم أنه قاصر داو لواحد الإصلاحية اللي بعيدة ب20 كيلومتر على الحدود مع هولندا، ومن هنا بدات حكايته مع الهروب، بحيث أنه نفذ أول عملية هروب من هذه الإصلاحية وهرب من بعد ما دوز عامين من المدة المحكوم بها. أشرف بحكم أنه باقي صغير ملي هرب ما عرفش يتصرف، مشى لمدينته عند والديه وقدروا يشدوه مرة أخرى ويعاودوا يرجعوه للإصلاحية. ملي كمل أشرف المدة ديال السجن ديالو خرج، ولكن واش تكمش ودار عقله؟ لا، بطبيعة الحال. كيف خرج رجع للسرقة وجمع الدراري صحابه وداروا أكبر عملية سطو على مجموعة ديال البنوك. ومن بعد هاد العملية أشرف غادي يشدوه عاوتاني، ولكن ما داوش الإصلاحية كيف موالفين. هاد المرة اعتبروه راشد، وخا هو يلا عنده 16 عام. داوه لواحد السجن اللي من المفترض يدوز 8 سنين فيه، ولكن من بعد ما داز 3 سنين لقاو عنده مواد غير مشروعة، وهنا حكموا عليه بأقصى عقوبة واللي هي السجن المؤبد. وهذا الشيء اللي خلى أشرف يكعى ويرجع يخطط ويدرس السجن باش يهرب. لكن ماشي بوحدو هاد المرة، اختار واحد الشخص مغربي تعرف عليه داخل السجن باش يهرب معاه وينفذوا العملية بجوج. والنهار اللي غادي يهربوا فيه كانوا مخطين باش يدخلوا للصالة ديال الرياضة ويخرجوا من الشرجم واللي كان فيه الحديد، وكانوا دبروا في حديدة على شكل منشار بها باش قطعوا داك الحديد. وهذا الشيء كان في 2003 في شهر 10 في تسعود. وفي نفس النهار اللي هربوا فيه كانوا نقصوا ليه العقوبة للثلث بسبب السلوك ديالو اللي كان مزيان. قبل ما ينفذوا العملية ديال الهروب كان دبر على تليفون وتواصل مع شي صاحبه باش يخلي سيارة بسوارته في واحد البلاصة اللي اتفقوا عليها كانت قريبة للسجن باش يسهل عليهم يهربوا. ومن بعد ما هربوا غبروا المدة ديال 3 شهور، وهاد المدة كاملة ما كان حتى واحد عارفهم فين كاينين، حتى بان أشرف هو غادي يتلاقى شي واحد من المافيا المغربية. شافوه البوليس وتعرفوا عليه، وملي حاصروه بدا يتيري بالقرطاس في البوليس وقدر يمنع وهرب بلا ما يشدوه. وغير مدة قليلة ورجع باش ينفذ عاوتاني واحدة من أكبر العمليات ديال السطو على البنوك بمساعدة صحابه، وكانوا كيستهدفوا غير البنوك الصغرى واللي ما كانش عندهم ذاك الوقت نظام أمني قوي كيف ما دابا. استمر أشرف في داك الشي حتى شدوه في عام 2008 ملي كان مشى لواحد الحفلة في هولندا، حيتاش ولا معروف بالهروب ديالو من السجون. السلطات البلجيكية قررت باللي ما غادينش يخليوه في سجن واحد، وإنما مرة يحولوه لسجن آخر باش ما يلقاش الوقت فين يخطط لشي عملية هروب، وباش ما يعرفش الدخلات والخرجات اللي في السجن.
الى ان استقر بسجن بروج واللي غادي يهرب منه بطريقة الافلام. حط خطة مغيزة وخطط لابسط التفاصيل بدقة من بعد ما تعرف على جوج مغاربة كانوا مسجونين معاه واللي هما محمد الجوهري وعبد الحق ملول. وباش ينفذوا هاد العملية الجهنمية تواصلوا مع شخص رابع سميتو الحسين الحدوشي واللي طلبوا منه انه يعاون صديقة اشرف واللي هي واحد الشابة بلجيكية في العمر ديالها 24 عام واللي الاسم ديالها ليسلي ديكرز، واللي كانت المهمة ديالها هي انها تكري هليكوبتر بحجة انها باغية دير واحد الجولة سياحية بالمدينة. وملي غادي يقربوا للسجن غادي يهدوا الطيار بالسلاح باش يهبط في الساحة ديال السجن مباشرة. وبالفعل وفي مشهد سينمائي قدروا اشرف واللي معاه يركبوا في الهليكوبتر ويهربوا، وهكذا كتكون الخطة ديالو تنفذات بنجاح وقدر اشرف يهرب مرة اخرى ويولي حر من جديد. ومن بعد ما هربوا كانوا سرقوا سيارة واللي كانت فيها مبلغ ديال 10,000 اورو، وفي ديك الساعة شدوا الطريق مباشرة لهولندا. وهنا ولا اشرف وصحابه مصنفين من اخطر المجرمين واللي مطلوبين في اللائحة ديال الانتربول، وحكموا عليهم بالسجن غيابيا بأحكام تتراوح ما بين 7 سنوات و30 سنة. ومن بعد أيام قليلة قاموا بعملية سطو على 3 ديال البنوك وسرقوا واحد المبلغ كبير، وباش ما يتشدوش هاد المرة قرروا يسافروا ب3 للمغرب. شدوا الطريق بالسيارة لإسبانيا بهويات مزورة، وفي ذاك الوقت تمكنوا البوليس من صديق أشرف عبد الحق ملول واللي كان في الدار عند خوه في بلجيكا وبتاريخ 2010 في شهر 8 في جوج. واللي ما كانش عارف اشرف وصحابه ان منظمة الانتربول كانت صدرات واحد المذكرة بحث عالمية في حقهم، ونسقوا مع السلطات المغربية واللي ما تعطلوش كيف وصلاتهم المذكرة بداو يستعدوا ويخططوا باش يلقيو عليهم القبض فاش يدخلوا للمغرب. كلفوا مجموعة من البوليس باش يراقبوا الديور ديال عائلاتهم اللي كاينين في المغرب، حيتاش قالوا ان اول حاجة يقدروا يديروها هي انهم يجيو عند العائلات ديالهم. ومن بعد ما وصلوا للمغرب واستعملوا الباسبورات مزورين تم القبض على محمد الجوهري واللي كان مشى عند عائلته بمدينة ديال بركان. اما اشرف فراه هبط المنطقة ديال جبال العروي في اتجاه الحسيمة بواحد السيارة خاصة، وهنا البوليس كانوا مراقبينه، وملي حاول يهرب دار كسيدة وتصاب. وهاد الاصابة سهلت المهمة ديال البوليس وشدوه واعتقلوه في مدينة ديال وجدة. وفي التحقيق جابوا ليه مندوب من بلجيكا واعترف اشرف بكاع داكشي اللي دار، داو للحبس ديال وجدة. ولكن واش زعما تكون هذه هي النهاية ديال اشرف مع الهروب؟ اكيد لا. اللحظة اللي حطوه فيها في سجن وجدة بدا اشرف يفكر في شي طريقة يهرب بها، وفعلا طاحت عليه طريقة جهنمية. اتصل بالصديقة ديالو البلجيكية واللي جات للمغرب على ودو، وكانت كتمشي عنده للسجن بالصفة ديال وحدة من عائلته اللي في مدينة ديال الناظور. كانت كتجيب له شي دواء اللي تنقص الوزن واللي تنقص حتى 10 كيلو كل سيمانة، وهذا الشيء باش يوصل لواحد الوزن اللي كيشوف اشرف انه غادي يعاونو باش يهرب. والخطة كانت انه بغى يوصل لواحد الوزن اللي يساعدو باش يدخل في شنطة ديال الصديقة ديالو بلا ما يعيي راسو بحال ديما. وفعلا جابت الصديقة ديال اشرف الشنطة وقدر انه يدخل فيها بدون صعوبة، وقدرت تخرجوا من السجن. وكيف خرجوا شدوا طاكسي من مدينة وجدة لمدينة الناظور، وكان باغي يغادر المغرب عن طريق البحر. وملي اكتشفوا انه هرب بدات السلطات المغربية تدير البحث مكثف عليه حتى تمكنوا من انهم يشدوه في مدينة جرانة واللي تابعة لاقليم الناظور. وهنا الشرطة عرفوا اللي متورطين في هذه العملية ديال الهروب، منهم الصديقة ديالو حتى داك السجين اللي عاونوا باش يدخلوا وسط الشنطة، وحكموا عليهم بجوج بالسجن. اما اشرف داو السجن صعيب تهرب منه واللي فيه حراسة مشددة واللي هو سجن مدينة سلا سنة 2016. ولكن بالرغم من هذه الحراسة إلا أن أشرف ما استسلمش وحاول مرة أخرى أنه يهرب بمساعدة عصابة كتنشط في بيع السلاح والمخدرات، لكن الخطة باءت بالفشل. وفي اتصال صحفي مع أشرف وهو في السجن قال لهم يمكن لي نهرب حتى من هذا السجن، ولكن ما بغيتش. حتى لهنا كتكون قصة أشرف السكاكي سالات في سجن سلاب المغرب. إلا عجبتك القصة ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك معنا في القناة. نشوفكم في قصة جديدة. تهلاو.